الجو بالليل زي التلج وكله متدفي تحت البطاطين وعايزين يشربوا حاجة سخنة. طلعت بقى كيس حمص من التفريزات اللي كنا عاملينها الفيديو اللي فات، حطيته في الحلة ومعاه بصلاية ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم، ملح وفلفل اسود وكمون مطحون وعصير ليمون. وبعد كده هزود عليهم كمان عصير طماطم، حوالي 4 أو 5 طماطمات مضروبين في الخلاط، وكمان معلقة كبيرة من الصلصة. وهحط بقى مية مغلية وهسيبهم 10 دقايق يغلوا على النار لحد لما الطماطم دي لونها يتغير. نعمل بقى الديناميت بتاع الحمص، عصير ليمون حطاه في ازازة واحط عليه الشطة، وهحط عليه كمان كمون. دي كده الدقة اللي بتتحط على الحمص في الاخر للناس اللي بتحب الحمص يبقى حراق. لو مش بتحبوه طبعا حراق للشطة للأطفال هنزود بس عصير ليمونة. بعد ما غلي كده 10 دقايق ولونه اتغير، هطلع البصلة اللي انا كنت حطاها وهصب بقى في الكوبايات واحط عليه من خلطة الديناميت اللي انا عاملاها دي. وبالهنا والشفا. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسيف وتبعتوه لاصحابكم. اظن مفيش اسهل من كده، الموضوع ما خدش حرفيا 10 دقايق.